يا صباح الخير والفل والياسمين وأهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعوني. حياكم الله في قناتي. أهلا وسهلا فيكم صبايا. كيفكم؟ شو أخباركم؟ برحب فيكم وبكل الصبايا الجداد اللي انضموا لقناتي، وشكرا لكم على المتابعة وعلى كل شيء بتقدموه على التعليقات، وشكرا لكم عن جد كتير، وهذا الاشي ببسطني وبسعدني، وحياكم الله وأهلا وسهلا فيكم بقناتي. اليوم حبيت يكون الفيديو هيك خفيف وبسيط، حابة أغير بديكور المطبخ، وحابة أورجيكم كيف كان التغيير، وكمان ممكن إنه أنتوا تستفيدوا منه، وكمان أورجيكم شو الأغراض اللي اشتريتها، وأحكي لكم من وين أنا بشتري هاي الأغراض الحلوة. تابعوا معي الفيديو وإن شاء الله حتستمتعوا وتستفيدوا وتنبسطوا معي. هلا هون اشتريت رف الخشب هاد وحاولت اركبه، وكمان كانت عندي شغلات موجودة اشتريتها من قبل، وفي شغلات اشتريتها مع هذا الرف لحتى اقدر اعمل التغيير اللي رح تشوفوه ان شاء الله بالفيديو. كل هاي الشغلات اللي رح تشوفوها بالفيديو انا اشتريتها من محل اسمه ماني ميكس. هذا المحل موجود في الاردن وعندهم كتير شغلات حلوة، وفي عندهم توصيل. المحل عن جد كتير حلو، عنده شغلات كتير حلوة. أنا بتمنى أشتري كل أشياء المحل قد ما هو حلو عن جد، وبنصحكم فيه، وإذا كنتم موجودين في الأردن اطلبوا منه بوصل لكم. حبيت أفيدكم لأنه في كتير سألوني من وين بتجيبي أغراضك الحلوة، فإن شاء الله أكون جاوبت على سؤالهم واستفادوا، وبحط لكم رابط المحل بأسفل الفيديو. حاول مرة وتنتين وثلاثة، حاول. وقت تعثرت وتعسرت وخفت وقلت راح اتراجع، حاول. لما ربك يشوف صدقك وصبرك وثباتك ويقينك بيفتح عليك ولو طالت، بتشوف غيرك واصل بتقول ايه عنده كل الاسباب، ما راح اقدر، ما راح احسن. ولكن آية واحدة والله كفيلة بانها تخليك تحاول لاخر لحظة بعمرك. الله تعالى يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. مثل ما غيرك وصل انت بتوصل. ما حدا خلق بين ايديه الاشياء اللي عم تحلم فيها ابدا. لذلك حاول، انت تحاول والله يرى، وهذا يكفي. لما تسأل أي واحد تقول له إيش قيمك بشكل عام، إيش أهم أهدافك في الحياة، يقول لك الله، رضا الله، الوالدين، الأسرة، الصداقة، الصحة. هذه نسميها القائمة المثالية التي يعلنها الإنسان مباشرة. طيب عشان نعرف ترتيبها الحقيقي، هل هي قيم عندك عليا، نجي نقول له طيب هذه الآن مرتبة تمام، رتبها الآن، رتب هذه الأهداف بعد أن تضيف العوامل التالية. ما الذي تصرف فيه وقت أكثر وتفكير أكثر ومال أكثر وجهد أكثر تبذل في هذه. إذا بدأ يرتبها وفقا لهذه العوامل الجديدة المدخلة، يكتشف أن رضا الله سبحانه وتعالى 4، وأن العمل وظيفته أو المال، طلبه للمال، صار رقم 1. طيب السؤال، أصدق من؟ أصدق قائمتك المثالية ولا قائمتك هذه الواقعية؟ الذي سيغير حياتك والقائمة الواقعية دراستها وإعادة النظر فيها. كيف يعرف العبد أن الله أحبه؟ أولا أن يحميك الله من فتن الدنيا. الثاني أن يبتليك. من علامات حب الله أن يبتليك في نفسك أو ولدك أم مالك، أو يعاديك من كان حولك. ولذلك في الحديث إذا أحب الله عبدا أصاب منه، ابتلاه. ممكن تتغير الناس وممكن تتغير الظروف، ممكن يتغير كل شيء حولنا، لكن في شيء واحد ثابت، هو الأصل الطيب. الأشخاص اللي عندهم أصل طيب ما تغيرهم الأيام ولا حتى مرور السنين، تلقاهم يحملوا نفس الصفات مهما تغير عليهم الزمن، نفس الصدق ونفس التواضع ونفس الوفاء، ما تغيروا أبدا. والأصل الطيب مو مجرد صفة، الأصل الطيب نور يبقى معاك مهما ظلمت عليك الدنيا. ممكن مرور الوقت يغير ملامح وجهك، لكن أبدا ما راح يقدر يغير نقاء قلبك. لذلك كون ذاك الشخص صاحب الأصل الطيب اللي مهما تغيرت الدنيا من حوله لا يمكن يتغير أصلا.
بهذا الفيديو ما حبيت أحكي كتير، حبيت يعني إني أكون عم بشتغل أو يعني عم بفرجيكم شو بعمل، وبنفس الوقت بحط مقاطع لحتى أنتوا كمان تستفيدوا منها وأنا تكون بميزان حسناتي إن شاء الله. هاي من المرتبانات اللي اشتريتها كمان، بالإضافة للمرتبانات البيض اللي ورا. هلأ لما اشتريتهم طبعا جليتهم ونظفتهم وتركتهم لحتى ينشفوا، وبعد ما نشفوا بدأت أعبي فيهم الأشياء اللي أنا بدي أحطها فيهم. بالبداية حطيت سكر وحطيت حليب، بعد هيك رجعت غيرت السكر حطيته بالسكرية، وحطيت بداله نسكافيه لحتى ألاقيها موجودة قدامي يعني لما بدي يعني أستعملها. خذ القرار وابدأ بحفظ القرآن الكريم، أهم عمل بيغير حياتك للأبد، يصب عليك السكينة صبا ويفتح الله عليك به ويبارك لك في عملك وعمرك. حفظ القرآن الكريم، لا تقول ما بقدر، ابدأ ولو بنصف صفحة ولو بآية، لأنه يوم مع يوم رح تلاقي حالك بس بدك تحفظ أكتر وأكتر، لأنه بكل آية عم تحفظها يرفعك الله درجة في الدنيا والآخرة. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وهو أهم عمل تبر والديك به وتدخلهم الجنة بسببه. فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، فابدأ وقل يا فتاح. هلأ هون حبيت أورجيكم معالق البهارات اللي اشتريتها من نفس المحل، واشتريت كمان هدول المرتبانات من قبل وصورتهم بفيديو قبل، وهلأ هون حطيت المعالق بقلب المرتبانات لحتى أقدر إني أستعملهم بسهولة. كتير هيك منظرهم كيوت وحلوين، وعن جد كتير عجبوني، أغراض المحل كتير حلوة. هلأ هون مسحت المرتبانات وحطيت فيهم، في مرتبان حطيت فيه عيدان قرفة، وبعد ما رتبت المرتبانات تذكرت انه انا في عندي ورق غار، فقلت ليش ما اخليهم بالعلبة، لا بحطهم بالمرتبان احسن، ومنه برتب ومنه يعني اسهل لي انه اطوله يعني، وكمان ورق الغار بياخد وسع، فانه هذا المرتبان كبير يعني عباه منيح، فلقيت انه ورق الغار احطه فيها المرتبان افضل يعني كمان. وقلت لكم انه ورق الغار يعني فيه بيجي كميته هيك منيحه، فبيعبي المرتبان، والمرتبان عندي واسع، فالحمد لله عباه كله. كنت كتير حابة بهذا الفيديو انه تطلع هيك الاصوات، الترتيب والتنظيم اللي بالمطبخ، هيك بحب انا هاي الاصوات تكون بالفيديو، بس ما زبط معي لانه اولادي كانوا قاعدين وبيحضروا سبيستون ويمكن انتبهتوا بالفيديو. حبيت يعني كمان افرجيكم شو الصوت اللي كان طالع، لحتى تعرفوا اصلا يعني انه سبحان الله اللي عنده اطفال ما بيقدر انه يكون في هدوء في البيت الا وقت يكونوا نايمين او بالمدارس، وهلا لسه ما عندي مدرسة الاسبوع الجاي ان شاء الله، فما زبط معي يعني. بس الحمد لله يعني دائما الواحد بيقول الحمد لله على نعمة الأطفال، الحمد لله إنه الواحد عنده أطفال، والله لا يحرمنا منهم يا رب، ويخلي لنا إياهم ويحفظ لكم أولادكم ويخلي لكم إياهم. صوتهم بالبيت كتير حلو، البيت بدون أطفال ما بيكون عامر، بيكون خراب، مثل ما بيقولوا يعني بيت بدون أطفال خراب مش عمران يعني. فالله يحمي لكم أولادكم ويحفظهم ويحفظ أولادنا وأولادكم، وإن شاء الله بتشوفوهم بخير وصحة وعافية يا رب. لا تفكر فيها زيادة، كل ما تضيع وتتشتت وما عاد تعرف تحسبها، تذكر قول جبريل لمحمد عليهما السلام: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. بتفكر تعقدت ودائت وما عاد تنحل،
وفجأة بتتذكر قوله تعالى: قل إن الأمر كله لله. أنا على شو مهموم؟ على دنيا فاني ولا على قدر ما في مهرب منه؟ مدام الأمر كله لله أنا ماني لحالي، وربي معي وما رح يتركني. لذلك كان في أبيات شعر رائعة تقول: ولي حاجة يا ربي أنت عليمها، ولي دعوة في القلب أنت مجيبها، وما حيلة للنفس يا ربي إنها أتتك بشكواها وأنت طبيبها. لا تفكر فيها زيادة، كل ما تضيع وتتشتت وما عاد تعرف تحسبها، تذكر قول جبريل لمحمد عليهما السلام: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. بتفكر تعقدت ودائت وما عاد تنحل، وفجأة بتتذكر قوله تعالى: قل إن الأمر كله لله. أنا على شو مهموم؟ على دنيا فاني ولا على قدر ما في مهرب منه؟ مدام الأمر كله لله أنا ماني لحالي، وربي معي وما رح يتركني. لذلك كان في أبيات شعر رائعة تقول: ولي حاجة يا ربي أنت عليمها، ولي دعوة في القلب أنت مجيبها، وما حيلة للنفس يا ربي إنها أتتك بشكواها وأنت طبيبها. هيك كان الشكل النهائي للرف. إن شاء الله يكون عجبكم حلو، وأعطوني رأيكم. وهون حطيت شمعة كمان، وحبيت أشوف كيف هيك بيطلع المنظر وأورجيكم إياه، وإذا عندكم أي تعليقات خبروني. وبالنسبة لفنجان الشاي أنا إن شاء الله رح أشتري يعني غيره، ما عجبني كتير شكله، فقلت بس أجيب هيك إشي حلو ممكن كمان أغير. طبعا الرف واللي عليه كله قابل للتعديل يعني، بس أنا حبيت أول إشي هيك كصورة مبدئية يعني. جبت هدول البلاستيكيات بسموهم منظمات لباب الثلاجة، حبيت أحط فيهم أي إشي بيكون زايد عندي، أو مثلا من الجبنة المكعبات أو المثلثات أحطها فيهم كمان. يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ، وما أخطأك لم يكن ليصيب. وفجأة تدخل إلى مرحلة عنوانها الرضا، ترضى عما أنت عليه الآن دون أي سبب. لا أنت مهتم بمستقبل ولا مهموم على ماض، لست بحزين على ما فقدت ولا فرح بما أوتيت، لست مهووسا بأخبار الناس وتفاصيلهم، ولا تبالي بأخطائهم وعثراتهم، لأنك لم تعد تفتقر لغيابهم ولا تغتني بوجودهم. وكلك يقين أن ما يشعرك بالراحة وما تحب سيجدك دون هم ولا كدر. تعرف شو حكوا؟ لا تبتئس من محنة ساقها وقضى إليك، فكم بؤس تلاه نعيم. فقد تورق الأشجار بعد ذبولها، ويخضر ساق النبت وهو هشيم. إذا ما أراد الله إتمام حاجة أتتك على وشك وأنت مقيم. هلا هون كمان من ضمن الأغراض اللي اشتريتها هاي فرشاة السيليكون، اشتريتها لحتى أنظف المطارات أو أي إشي هيك طويل بيجي، وكمان هلا عشان المدارس ففرصة إنه يعني أكيد رح أستعملها لتنظيف المطارات، فحبيت كمان يعني ممكن كمان تستفيدوا منها وتجيبوا زيها كمان للتنظيف. فرشاة السيليكون بتضل أحسن من الفراش العادية، بتنظف أحسن وما بتخرب بسرعة، بتضلها عندك فترة طويلة. كمان بدي تحكوا لي إذا بتستفيدوا من المقاطع الدينية اللي بحطها بالفيديو، شو رأيكم فيها، شو بتحبوا، أعطوني أفكار معينة، وأهم إشي يعني خبروني إنه عن جد تستفيدوا منها. مثلا الأشياء اللي بتنحكى خلال الفيديو بتكون بتأثر فيكم أو لا. هلأ هنا جبت عندي أوار الزريعة كان بورسلان، فالولاد كسروا لي إياه، فحلفت يمين ما أجيب أوار إلا لبين ما يكبروا، ما يكون أوار يعني بورسلان أو أزاز إنه إشي ينكسر. فرحت جبت أوار بلاستيك عادي وحطيت فيه التربة ونقلت النبتة يعني على الأوار الجديد، ورجعت عبيته من التراب اللي بستعمله اللي هو البتموس، بيكون أنظف، بيكون جوا الزريعة يعني اللي جوا البيت، فبيكون أحسن وأنظف. وبعد ما عبيت حطيت النبتة ورجعت عبيت البتموس والتراب وسقيتها شوية مي، وكنت كمان شارية من نفس محل ماني ميكس قوار هيك حلو، فقلت عادي يعني بخفي هذا القوار البلاستيك جوا هداك القوار هلأ بتشوفوه. كتير كان حلو. وكمان يعني بقول إنه
يعني عن جد اللي عنده أطفال كمان بيحاول دائما ما يجيب أشياء فيها أزاز كتير وبتتكسر وممكن توقع وهيك يعني. من عدل الله في الأرض وكمال خلقته فيك أنه لن يعطيك ولن يعرضك ولن تواجه ولن يصيبك شيئا إلا وأنت قادر على التعامل معه. أي شيء يحصل لك في الحياة، إن كان سيء، إن كان مرض، إن كانت مصيبة، إن كان حرمان، إن كان بلاء، إن كان فقر، إن كان ضعف، فقسما بالله العظيم أنك مهيأ لتجاوزه، لأنه أمر الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أنا بوسعي، يعني الله عادل، فأي شيء يصيبني أنا قادر أتجاوزه. طبعا القوار المكسور أنا بحطه بكيس لحاله وبكبه، وعشان ما يعني أسبب لأي مخلوقات يعني أو أي حيوانات الله يعزكم يا رب أي أذى يعني كمان. هنا هذا القوار اللي اشتريته حكيت لكم عنه، أنا حطيت النبتة بقوار بلاستيك لأنه جاي بقوار أحلى منه يعني، فإنه هيك بخفيها ما بيبين البلاستيك، وأنا بصراحة ما بحب أصلا البلاستيك، ما بحب منظره، فلما أخفيته بهذا القوار حسيت منظره يعني حلو، وكمان إنه أنا ممكن أرجع أبدل يعني الزريعة، يعني ممكن أحط نبتة تانية مثلا إذا لقيت شكله بيكون أحلى، فهذا بس بيكون يعني قيد التجربة يعني. فأنا أي إشي بحب هيك بحطه بالأول بعدين كله برجع بغيره وبعدله، كل مرة هيك بحب أعمل تغيير لو إشي بسيط هيك بحس نفسيتي بتصير أحسن في البيت يعني، لأنه دائما قاعدة في البيت، فكل ما أجيب إشي جديد أو أغير لو أشياء بسيطة بحس إنه هيك بصير بكون هيك نفسيتي أحسن وبكون هيك مبسوطة ومرتاحة. إذا أردت أن يتغير كل شيء في حياتك فأحسن صلتك بالله. تضع جبهتك في الأرض وترميها من العلو إلى الدنو فتهمس في بطن الأرض فيسمعك الله من فوق 7 أركعة. والله جل وعلا يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهيك بعد ما حطيت القوار البلاستيك بالقوار الجديد اللي اشتريته ورتبت المكان، بس حكيت انه كل اشي قابل للتغيير. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا معي بالقناة، بحبكم كتير، سلام.